السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انت عارف ان افضل حاجه تعملها بكره في يوم العيد هي اكتر حاجه ممكن تاذيني دنيويا وتدخلني النار؟ لو ما كنتش تعرف احب اقول لك معلش اعمل لايك وشير وكومنت وتعالى اقول لك هتفرج علينا ازاي. العيد الكبير ما تضحيش بنفسك. ازيك يا قمر، عامل ايه؟ افضل حاجه ممكن نعملها بكره هو النحر، الذبح، الاضحيه، ودي اكتر حاجه امرنا بيها النبي صلى الله عليه وسلم في اول يوم في عيد الاضحى، ودي احسن حاجه تتعمل. اذبح ووزع على قرايبك واصحابك واحبابك والفقراء وكل منها، اعمل كل اللي انت عايزه وليك اجر وثواب عظيم جدا عند ربنا. انت بتحيي شعيره من شعائر الدين امرنا بيها ربنا سبحانه وتعالى وسنها النبي صلى الله عليه وسلم. المشكله مش هنا، المشكله اللي بيحصل بعد الذبح. اوحش حاجه ممكن تعملها بعد الذبح انك تخمس على الحيطان بالدم. الموضوع ليه شقين، شق دنيوي وشق ديني، وتعالى اقول لك الاثنين. الدنيوي، الدم اول ما بيلزق على الحيطه بتبدا ريحته تبقى سيئه جدا. تخيل العماره كلها ريحتها وحشه، الشارع كله ريحته وحشه، فده اذى. نمرة 2، بيلم كمية حشرات رهيبة ودبان مش هتتخيل قد ايه، والدنيا حر اصلا ومش ناقصه. 3، الدم مادة عضوية، انت متخيل ممكن يعيش عليها ميكروبات قد ايه وبكتيريا قد ايه تسبب كمية امراض لن تتخيلها، فده مرتع للامراض. طب ودينيا، نمرة 1 ده دم مسفوح، والدم المسفوح دم نجس فدي نجاسة. 2، الخمسة رمز يهودي كانوا بيستخدموه اليهود زمان عشان قال ايه يمنعهم من العين الشريرة. 3، النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده، فانت بتعمل كده زي مين؟ وما تقوليش بنعمل كده طول حياتنا، اوعى تقول الجمله دي هذا ما وجدنا عليه اباءنا. 4، لو بتعمل كده عشان الحسد فخلي بالك ان ده ممكن يوقعني جوه الشرك، لان مفيش حد هيحفظني من عين اي حد غير ربنا سبحانه وتعالى. مش ال5، اصل انا مش عايزك تعمل حاجه كويسه جدا وفي الاخر تضحي بنفسك. انا بحبك في الله، وادي الفيديو ده لكل الناس اللي تعرفها، لحسن حد فيهم يكون بيخمس على الحيطان ولا حاجه. دور على هاشتاج معلش هتفرج على كل السوشيال ميديا اللي ممكن تكون متخيلها، هتلاقيني هناك. انا بحبك في الله. سلام يا قمر.